مرحبا مرة أخرى. هذا تكملة للفيديوهات اللي فاتوا، إذا ما شفتوهمش روحوا شوفوهم قبل ما تشوفوا هذا. تعديل رقم 11: إعادة تنظيم الأقطاب الجزائية المتخصصة. بكري كانت بعض القضايا كما الفساد، الإرهاب ولا الجرائم الاقتصادية عندها أقطاب جزائية متخصصة. دروك راهم غاديين يعاودوا ينظموا هاد الأقطاب باش يخدموا بكفاءة أكتر وتولي كل قضية تمشي عند القطب اللي عندها الخبرة. التعديل الثاني عشر وهو توسيع اختصاص القطب الاقتصادي والمالي. يعني القطب هذا اللي كان من قبل يتكفل بجرائم الفساد وتبذير المال العام، دروك راهم زادوا صلاحيات جديدة. معناها واللي قد يتكفل بجرائم واحد اخرين كما جرائم القرض، يعني كيتحايلوا زعما واحد يدي قرض وما يردهش، وتاني جرائم النقد زعما كيتلاعبوا بالعملة ولا يبدلوا الدينار بطريقة غير قانونية. تاني في الغش والتهرب الضريبي، كي التجار ولا الشركات يهربوا ما يخلصوش الضرائب ولا يزوروا التصريحات الضريبية. وفي الختام بغيت نقول لكم ماشي لازم تكون قاري حقوق باش تفهم القانون. القانون راه كاين في حياتنا اليومية، ولازم كل واحد تكون عنده ثقافة قانونية باش ما يجيش نهار ويلقى روحه مظلوم ما يعرفش حتى يدافع على روحه. وهذا هو الهدف من قناتي، باش نبسط القانون باللهجة الدارجة. على هذا اخترت باش يفهموني قاع الناس كبير وصغير. اذا عندكم استفسار قانوني ولا حاجة باغين تعرفوها نشرحها لكم بالدارجة خلوها لي في التعليقات. واذا عجبكم المحتوى ما تنسوش تتابعوني. بسلامة.